ريال مدريد يخسر الليجا الاسبانيه. ريال مدريد يخسر الليجا الاسبانيه بوضوح تام. و شوف، الحلقه ديت حلقه لوز، فلو هتتضايق من اولها اطلع بره، تضغط لايك للحلقه وتشتغل معانا الله ينور نكمل الحلقه. انا مش هعمل حاجه في الحلقه دي اي كتات. ريال مدريد لعب مباراه مهمه قدام اسبانيول. انت متفاجئ احنا لعبنا قدام اسبانيول؟ ما تفاجئنيش. ليه البعض كان شايف ان المباراه سهله؟ احنا من اول الموسم كل خصم بنلعب مباراه صعبه. انا عايز اسال جمهور ريال مدريد، قول لي مباراه واحده لعبناها سهله الموسم ده، قول لي مباراه واحده. هقول لك في محمد مباراه، اي واحده اوساسونا لما لعب بخطه صح، لما نزل بالتشكيله الصح. غير كده ايه؟ احنا في الدوري الابطال متمسح فينا الارض. هتقول لي ازاي محمد مسح فيك الارض؟ حبيبي انت مجبر تروح تلعب مع سيتي دلوقتي بسبب ان انت مش عارف تطلع توب 8. يا رجل استحوا على وجوهكم، اليس في وجوهكم حياء؟ يا رجل اتلتيكو مدريد متاهل من 8، يا رجل باير ليفركوزن متاهل من 8، يا رجل ليل متاهل من 8، يا راجل استون فيلا متاهل من 8، وانت ريال مدريد محدش يجي ينطط لي يقول لي طب ما السيتي ما تاهلش، طب ما البايرن ما تاهلش، طب اليوفي. انت فكر نفسك بدوري، انت سيد اوروبا، انت بطل النسخه الحاليه، ما تاهلش من توب 8 وممكن تطلع، وعلى الاغلب طالعين. بص بقى احنا هنطلع على الاغلب، ممكن نتاهل. لو تاهلنا ده هيكون الشيء الغريب. اوف ايه ده تاهلنا؟ ايوه غريب لان مستواك زي اللوز. تمام اوكي. فانت قول لي من اول مباراه احنا قدمنا، من اول مباراه ايه، من اول الموسم قدمنا مباراه حلوه. حد يقول لي مباراه واحده اثنين في داخلين اكتر من 30 مباراتين. يا سيدي سؤال تاني سهل، قول لي من اول ما جه السيد كارلو انشيلوتي الى الان قدمنا شوط اول حلو. لو قدرت تعدي لي 5 مباريات عملنا شوط اول حلو اتحداك. ليه دايما الشوط الاول سيء؟ لماذا دائما الشوط الاول ما يقدمه ريال مدريد كارثي مصيبه، وفي الشوط الثاني نعتمد على عامل اساسي؟ انا رايي عامل اساسي وده قلته من زمان، ان ريال مدريد بيعتمد على بنتوس. هتقول لي يدخل بنتوس المعد البدني صح، فدايما معدل اللياقه البدنيه لريال مدريد اعلى من المنافسين، لان عندهم معد هو من الاقوى في العالم والابرز. فلذلك تلاقي اصلا فكر فيها لماذا دائما يسجل ريال مدريد الشوط الثاني. دي واحده. الحاجه الثانيه، ما توقيت الاهداف التي يسجل فيها ريال مدريد في الشوط الثاني؟ هتلاقيها في اخر ربع ساعه، وتحديدا لو فوكست شويه هتلاقي جزء كبير من اهدافنا مسجلينه في الدقيقه يعني 84 وفوق. ده وقت، وفي الوقت الضايع ده وقت ما كان البدنيا الفريق التاني بينهار، انت كنت فيه في التوب بسبب المعدل البدني مش بسبب المدرب. لان مش منطقي ان مدرب كل مره من 4 سنوات لغايه دلوقتي، من اول ما جه لغايه دلوقتي كل مره ينزل الشوط الاول مستوانا زي الزفت. ما عايز تفسير، قول لي تفسير منطقي، حد يفسر لي. ما عدا 4 5 مباريات بس اللي سجلنا فيهم في الشوط الاول. قول لي اخر مره فاكر انت سجلنا في الشوط الاول وخلصنا مباراه في الشوط الاول. هتروح تجيب لي مباراه الكاس ديت اللي سجلنا فيها 3 قدام فريق ده درجه رابعه؟ يبقى انت يعني للدرجه دي شايف ريال مدريد فريق نادي يعني صغير؟ هتفتخر بهذه المباراه؟ احنا من اول الموسم بنعيد نفس الكلام، نفس الكلام، نفس المعطيات يا جماعه. يعني بعيدا عن الليجا الاسبانيه وفكره الكراسي ديت الغريبه، يا رجل ورب الكعبه اني فضيحه وعار وكارثه لو خسرت الليجا. هتقول لي ليه محمد؟ هقول لك يا باشا ان برشلونه اتصدر عنك فرق 7 نقاط. قسما بالله ما حصلتش ان فريق يتصدر 7 نقاط ويجي فريق الثاني يروح متصدر عليه بفرق 7 زيهم. يعني انت 15 نقطه، انت متخيل انت عملت ايه؟ وتيجي تخسر برضه. وانا قلت اظن اني قلت من يومين، قلت لكم انتوا فاكرين انتوا فرحانين بالليجا الاسبانيه، انتوا متصدرين، احنا خلصانه الليجا خلصانه. قلت لكم لسه باقي 18 جوله، كنت بقول كده ولا ما قلتش؟ جاوبوني يا شباب عشان كل الكلام بقوله بيحصل. ما حاجه تنرفز الصراحه ان ازاي مدرب زي ده غبي لهذه الدرجه مش عارف اللي بيحصل. انا بص، انا مش صور امبارح اني كنت تعبان جدا ومودي كان كارثي وكنت منرفز برضه، برجع افتكر الكلام بنرفز تاني. عايز اكون هادي وكلمه قدر المستطاع. طب بصوا، انا عايز اعرف ايه يعني ازاي مدرب مش منتبه على حاجه زي ديت يا جماعه؟ ازاي يا جماعه مش منتبه عليها؟ يا رجل الان انت الكلام ده انا قلته من اسبوع، من حلقتين 3، قلت انه لو انتوا فرحانين بالصداره ديت انت متصدر 4 عن اتلتيكو مدريد و7 عن برشلونه. انت في شهر فبراير ده هتلعب اكتر من اتلتيكو مدريد وبرشلونه مباراتين على الاقل، ده قلته في ظل وجود الاصابات ومعدل الاصابات العالي في ريال مدريد، في ظل خذلان الاداره اللي مش شايفه ان ريال مدريد محتاج صفقه
معيب وفي كارثه وفضيحه ان انت في النهايه عندك خط الدفاع كله ده في 3 أو 2 ما بيلعبوش اصلا مدافعين. انت قول لي 3 أو 2 اصلا ما بيلعبوش مدافعين، ايه الموضوع؟ انت متخيل 3 أو 2 ما بيلعبوش مدافعين اصلا؟ فاسكيز ده مدافع اصلا، تشاوميني اصلا مدافع بتلعبه، ميندي ده لاعب اصلا. انت متخيل المهزله اللي انت فيها؟ ليه؟ عشان اداره بخيله. ايه المبرر؟ يا اخي دي خيانه لمدريد. فانت دلوقتي قلت انه 7-4، قلت عادي مباراه تخسر، انت عندك ضغط مباريات، عندك اصابات، عادي تروح الليجا، وده حرفيا اللي بيحصل. دلوقتي الفرق بينك وبين اتلتيكو مدريد المباراه الجايه اتلتيكو مدريد هيلاعب الريال في سانتياغو. انت متخيلين ان وصلنا الى مرحله ان جمهور ريال مدريد خايف من مقابله اتلتيكو مدريد في سانتياغو برنابيو؟ انا مش هروح العب معاهم في الواندا، انا هلعب معاهم في سانتياغو، وجمهور ريال مدريد خايف مرعوب. اتلتيكو بقينا نخاف من اتلتيكو لهذه الدرجه. المباراه الجايه ديت انت في كل الاحوال خسران يا محمد. قصدك خسران نتيجه؟ لا، خسران الوضع. الا في بصيص نور بسيط لو انت فزت. طبعا انا فكره انت تفوز النزالي صعبه، تمام؟ هتقولي لا عادي ممكن يفوز، ما هو عادي ممكن يفوز، بس الوضع الحالي لا. انت دلوقتي المباراه الجايه الفرق بينك وبين اتلتيكو مدريد نقطه، حرفيا دلوقتي نقطه واحده، تمام؟ وبرشلونه اليوم لو فاز هيكون الفرق بينك وبينه 4 نقاط. افتراضا المباراه الجايه اتلتيكو مدريد وريال مدريد تعادلتوا، احنا اخر مباريات في الليجا مع كارلو انشيلوتي مع اتلتيكو بنخسر. عمرنا ما فزناش في الليجا. قول لي فزنا في الليجا مباراه في اخر 2-3 سنين، قول لي مباراه، مش فاكر انا. اخر 2 سنين ما فزناش، فزنا اول سنه، قول لي مش فاكر. قول لي فزنا فين؟ امتى اخر مره؟ من كام سنه؟ من 2 سنين اخر مره فزنا على اتلتيكو مدريد في الليجا. في الليجا، مش عايز ذكاء. فزنا 5 ده في السوبر. في الليجا قول لي امتى؟ ما فزناش، بيفوزوا علينا ونتعادل، تمام؟ فانت مرشح ان انت توصل تعادل. انا ببني على الماضي القريب، مش هبني والله سنه 1820 1800 تستهبل. بتكلم على الجيل الحالي والمدرب الحالي والوضع الحالي، تمام؟ طيب، فانت عندك دلوقتي وضع كارثي ان انت ممكن بشكل كبير تتعادلوا. هيفضل الفرق بينك وبينه نقطه، لكن اللي هيحصل برشلونه هيجي لك. فانت بهذه الخساره امام اسبانيول دخلت الدنيا في بعض واديت قبلات الحياه لمنافسين. انا بس عايز اتكلم عن بعض الاشياء في المباراه، مش هتكلم كتير لان اتخنقت من المباراه ومن القرف اللي شفته في الشوط الاول ومن القرف اللي شفته في الشوط الثاني. هتقول لي محمد في حالات تحكيميه احنا كنا مظلومين فيها. في حالات تحكيميه مهزله، والله انا ما بحبش اتكلم عن التحكيم، بس الحالات اللي شفناها البلد الالمانيه والجازيتا السبورت الايطاليه والصحف الانجليزيه الكل بيتكلم عن فضيحه امبارح. على فكره امبارح اللي حصل دي من فضيحه، ده هيديك انت كريم مدريد يعني اداك صيت ان انت مظلوم فعلا زي ما انت بتتكلم وزي ما بتتكلم قناتك في بعض المباريات. والدليل امبارح اكثر من حاله كان على الاقل في على الاقل طردين، على الاقل في ضربه جزاء، على الاقل يعني في سيناريوهات كثيره جدا في الحكم امبارح ظلمنا. لكن ده مبرر ان احنا نخسر؟ لا طبعا. ادائنا كان زي الزفت، بس الحكم امبارح من وجهه نظري الشخصيه لا، كان في قرارات غريبه جدا، تمام؟ انا بستغرب البعض يجي يقول لك ده ريال مدريد مع التحكيم انت ما شفتش الماتش امبارح؟ يعني ريال مدريد مع التحكيم والماتش امبارح ده ايه وضعه؟ ازاي ماتش؟ يعني انا عايز افهم ايه الغباء ده؟ يعني انت تتظلم وتخسر وتتبهدل في الاخر برضو انت الظالم، يخرب ازاي؟ طيب ماشي، انا مش دي القضيه. طيب انشيلوتي مدرب بيعتمد على فرديات اللعيبه. اذا نجحت الخطه، اذا لم تنجح الخطه فهو غير قادر على فعل اي شيء. خطته انه يعتمد على فرديات اللعيبه بس، هي دي الخطه بتاعته، جاهد. طيب نفسي اعرف اي فضائح اخرى تنتظرها الاداره. انتوا مستنيين ايه يا راجل؟ احنا الموسم ده اكلنا سكورات، ده احنا اتبلعنا تباليع يا راجل. ميلان 3، ليفربول 2، ليلي مسح فيك الارض 4 و5 من 9 من برشلونه واكل، واتلتيكو مش عارف يفوز عليه يا راجل. ممسوح فيك الارض متبهدل يا راجل، رايح دوري ملحق وممكن تطلع اصلا يا راجل. انتوا مستنيين ايه؟ مستنيين ايه يا ولاد؟ مستنيين ايه؟ طيب ماشي. اتخيل يا رجل جمهور اتلتيكو مدريد بيقول لك دعوا الفايكنج اللي هو المدريديستا يعلمون من يحكم العاصمه. انا هديك تصريح اقسم بالله انه قاسي ومؤلم وجارح. انا امبارح الخساره واصابه روديجر اذتني والمتني كمشجع في النهايه، لكن التصريح اللي قاله مونولو جونزاليس مدرب اسبانيول كان قاسي جدا. سالوه قالوا له ان انشيلوتي بيقول ان كارلوس روميو استحق البطاقه الحمراء اللي ضرب فيها كيليان امبابي. فقال الحقيقه هي انني لا اعرف ما الذي يتحدث عنه. انا مش عارف بيتكلم عن ايه. الشيء الوحيد الذي اعرفه هو ان اسبانيول فاز. خليت مدرب تافه زي ده يطلع يطقطق على ريال مدريد؟ يا تافه يا فشلوتي يا تافه يا اللي ما عندكش اي يا انت غبي يلا الدقيقه 86 جاي تبدل للدرجه دي؟ شايف ان فاسكيز خارق للعاده وجاي تبدل الدقيقه 86 تنزل ابراهيم دياز؟ انت مش شايف ان
بيلينجهام، مش شايف ان رودريجو، مش شايف ان فينيسيوس، الثلاثه واضح انهم مرهقين وتعبانين ومش قادرين؟ مش شايف ده؟ يا راجل ايه اللي بيحصل؟ يا راجل انت غبي. يا راجل من اول الموسم بنقول ان روديجر هينصاب، روديجر هينصاب، روديجر هينصاب، روديجر هينصاب، روديجر هينصاب، روديجر هينصاب، روديجر هتجننونا يا جماعه. اكثر لاعب لعب 34 من 36، 2891 اكثر لاعبي ريال مدريد لعب، والراجل واضح ان عنده اصابه وبيلعب ومصر عليه. انا مش عارف موضوع الاصابه دلوقتي، يعني على الاغلب اصابه طويله ولبسنا، ما عندناش حد تاني اللي هيتهبل ويقول لك قلبه بديله. قلبه ايه؟ هنمثل تشاوميني امبارح اقسم بالله انه مسخره السنين. يا راجل يا غبي يا مدرب يا غبي، نزل اسينسيو وخلصنا. سهله يا غبي يا ابو الاغبياء يا غبي يا خسيس. امبارح فينيسيوس سيء جدا. المشهد اللي عمله سجل جول بس، يعني اكثر لاعب خسر الاستحواذ اكثر من 15 مره، نجح في مراوغه واحده من 5. سيء جدا، سيء جدا. امبارح الصحافه الاسبانيه بتتكلم بتقول ان ريال مدريد فرط في لقب الليغا ضد الاسبانيول، ان ريال مدريد يمتلك اسوء اظهره في العالم، ما بيهاجموا ولا بيدافعوا. ده اللي بنقوله من اول الموسم. انا مش عارف، انا مش عارف ايه المشكله لما تطلع فينيسيوس؟ ايه اللي هيجرى؟ ايه المشكله لما تطلع بيلينجهام؟ انا جاي ابدل فاسكيز في الدقيقه 86 وانزل ابراهيم دياز بعد ما اكلت جول. انت للدرجه دي غبي؟ الى هذه الدرجه؟ الى هذه الدرجه؟ انا عارف انك غبي بس مش الدرجه دي. انا مش مستغرب اني مدرب 26 سنه بيدرب 6 دوري، لانه مدرب بيعتمد على طريقه واحده بس في اللعب، انه لاعب ينقذه وتفاصيل حظه وتوفيق من عند ربنا تمشي معاه. من اول الموسم بنعيد نفس الكلام، من اول الموسم هذا هو الانهيار. انتوا مستنين ايه؟ ايه اللي انت مستنيه؟ ليه انا بلعب بروديجر كل هذه المباريات؟ وعلى فكره من دلوقتي بقول لك اهو، افتكر زفت كلامي ان فالفيردي كمان هينصاب.